بتفتكرني ساعات ولا بتقول كانت أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. استر يا رب. وعليكم السلام. من فضلك. ايوه حضرتك. كنت محتاج كوبايه قهوه لو سمحتي. طيب يا فندم، قولي حضرتك محتاجها ايه؟ ساده والله. طيب يا فندم. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ تعالي لي. هفهمك يا حبيبي. فهميني ايه وزفت ايه؟ علشان خاطري انا عارفه ان انت هتفهمني غلط، بس والله هفهمك. عدلي، اطلعي لي، يلا اطلعي لي هنا. محل مين ده؟ تعالي هنا. هفهمك والله. هتفهميني ايه؟ هتفهميني ايه؟ عشان خاطري ما تقولش لاهلك والنبي. ما قلتش لاهلي. محل مين ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بالراحه الناس، بس صاحب المحل هيجي يمشيني علشان خاطري. هيمشيكي؟ طب انت بتعملي ايه؟ عايز افهم. طب ممكن تروح وانا اما اكلمك اما اروح اشرح. انا مش هروح غير لما اعرف انت بتعملي ايه هنا. والنبي الناس بدات تتفرج عليا علشان خاطري والنبي. ابوس ايدك يا عبدو. انا مش همشي من هنا غير رجلك على رجلي. فهميني. طب اهدى، اتكلم معاه بالراحه عشان بس الناس ما يتلموش علينا. وصاحب المحل لو جه لقى هو لسه فاتح المحل جديد، فلو جه شافني لما الناس صاحب المحل؟ انا مالي بصاحب المحل؟ انا ما كملتش اسبوع، انا لسه شغاله جديد بقالي 4 ايام بالظبط. وانا شغاله عشان ما يتقطعش اكل عيش. رد عليا. هو انا حرمك من حاجه؟ انا مش طالب منك اي حاجه. نازله من ورايا ورايحه تشتغلي. رد عليا. وانا عملت ايه غلط؟ انا قلت لك انا مش عايز منك اي حاجه خالص. انا متكفل بكل حاجه. انت نازله تشتغلي ليه ومخبيه عليا؟ انا ما بعملش حاجه غلط على فكره. انا ما بعملش حاجه غلط. قول لي اللي انا بعمله غلط. ما عنديش حد يجهزني، ابويا وامي متوفيين. اعمل ايه؟ اجي بيتك واهلك يذلوني، اخواتك البنات ولا امك يقول لي انت داخله بغساله واحده ولا داخله جهازك ناقص. انا بشتغل، المفروض ما تزعقليش على حاجه انا بعملها. انا عارفه ان انا ما قلتلكش، بس انا خايفه من اخواتك ومن امك يفركوش الجواز. انت عارف انا بحبك قد ايه وما اقدرش استغنى عنك. وانا من اول يوم قلت لك انا مش محتاج اي حاجه، واللي هيتكلم انا هقف له. صح ولا غلط؟ هو انا ما عنديش استعداد ان انا اتحرج قدام حد وان حد يكسفني. انا مش هقبل بده. واللي هيكسبك انا هرد لك كرامتك قدامه. وتخبي عليا ان انت نازله تشتغلي؟ انا ما عملتش حاجه غلط وما عملتش حاجه عيب ولا حرام. انا بنزل اشتغل بالحلال، وصاحب المحل حد كويس جدا الاستاذ احمد، وقبضه كويس قوي، وربنا بيرزقنا الحمد لله. الحمد لله. بس انا قلت لك لو في حاجه محتاجه عرفيني، مش تخبي عليا. طب ليه بقى العياد ده دلوقتي؟ صعب عليا نفسي ان انت زعقت لي رغم ان انا ما بعملش حاجه غلط. انت حسستني ان انت جيت لقيتني بعمل حاجه غلط وانا ما بعملش حاجه. يا حبيبتي انا مش همنع عنك حاجه. لو جيتي قلت لي وخدت رايي من الاول ما كنتش همانع. تنزلي تفكي عن نفسك شويه، بس ما تخبيش عليا. انا عارفه ان انت بتحبني وعارفه ان انا مهما قلت لك هنزل اشتغل مش هتوافق، بس انا بصراحه صعب عليا نفسي ما رضيتش اقول لك ان انا هنزل اشتغل عشان اجهز نفسي. انا ما عنديش حد يجهزني، وعمي عمره ما هيعبرني. عمي عمره ما هيجهزني ولا هيسال فيا. ما انت عارف من يوم ما ابويا وامي ماتوا وانا عايشه مع عمي، وعمي محسسني ان انا عالة عليه. فكرك انه هيجيب لي معلقه ولا هيعبرني. انا واقفه في المحل باحترامي وبادبي. صاحب المحل ما بيجيش الا كل فين وفين، وموقف معايا بنتي برضه في المحل، ساعات بيجي يبص على المكان. يعني مش واقفه مع شباب ولا اي حاجه. ما تزعلش مني انا كدبت عليك، انا اسف. وبعدين بقى فكنا من الموضوع. مش انت جاي زبون يا عم؟ انت عايز قهوه؟ عيوني هعمل لك. احنا عندنا كل حاجه في المحل، وزي ما انت شايف كده كل حاجه متاحه، والبن المكسرات موجوده. تمام. هتعزميني يعني؟ هعزمك على خلاص. حسابي. طب القهوه بكام عندكم؟ القهوه ب25 عشانك. 25 عشان انت خطيبي وكده بقى، انا عامله معاك الواجب. تمام. طب اهم حاجه بتعرفي تعملي قهوه؟ بص بعرف اعمل قهوه. وصاحب المحل طبعا عامل عرض على كل حاجه، وجايب برضو الشوكولاتات النظيفه دي. كل حاجه بتبدا من 50 جنيه لحد 80 جنيه. اغلى حاجه 80 جنيه. مفيش رينج هيعدي عن 80 جنيه. انتوا عندكم الاندومي الكوري كمان؟ موجود برضو الاندومي الكوري. عندك برضو كل انواع الاندومي الكوري. ده حلو والله. اسعاره تحفه ب110 بس على فكره. جد؟ عرفت بقى ان انا شغاله في مكان كله بيراعي ربنا وبيبيع باسعار حلوه اللي تنافس الجميع، وطبعا في كل حاجه.
خلاص يا بس يا ستي، سيدي. ربنا معاكم، وانا مش هتكلم معاكي في ايه في الحوار ده تاني وبعدين انت خالص. كنت فين هنا؟ ما قلتليش بقى كنت هنا بتعمل ايه؟ جالي شبكة واحد صاحبي يعني. ماشي يا عم، هتروح دلوقتي ولا تعمل ايه؟ لما انا هعدي عليكي بقى كل يوم هنا اخد منك القهوة. انا عارفه ان انت بتحب القهوه وهتجيلي كل شويه المحل عشان القهوه. وماله؟ طيب انت عارف العنوان ولا التوه؟ لا عارف العنوان، قرية صفة تراب قدام كوبري العمد وجوار مطعم البحر. ماشي يا عم. ماشي. المكان القمر ده لسه فاتح جديد يا حبايب قلبي، بقاله اسبوع بالظبط. هستناكوا تنورونا، كل حاجة جديدة وصبحة اليوم بيومه. وطبعا العنوان زي ما قلنا في الفيديو، صفة تراب، محل بوبوس بجوار مطعم البحري ومطعم اولاد مراد. وعلى ما اظن العنوان ما يتوهش يا حبايب قلبي، وهستناكوا تنورونا وتستفادوا بالعروض بمناسبة الافتتاح.